مرحبا بكم في قناة ويلدود أبطال الحياة البرية، حيث نشارككم قصصا حقيقية من قلب الطبيعة. قصصا عن الأمل، عن النجاة، وعن قلوب تنبض بالرحمة. في عمق البرية الإفريقية، حيث تنبض الحياة بإيقاعها الخاص، وحيث تلتقي الجبال بالأشجار، والسكون يخفي خلفه آلاف الأسرار. تمشي أنثى فيل ضخمة بين الأغصان الكثيفة، بخطوات واثقة تبحث عن الماء، عن الطعام، وربما عن لحظة هدوء. لكنها لم تكن تعرفه أن هذا اليوم لن يكون كباقي الأيام. فجأة ومن بين الأشجار ينقض سرب ضخم من النحل الغاضب، كما لو أن شيئا أيقظ جنونه الدفين. تتحول السماء من حولها إلى عاصفة من الطنين والأجنحة. تبدأ اللدغات تنهال على جسدها، على أذنيها، عينيها. تصرخ من الألم، تهتز، تركض، لكن السرب لا يتركها، يطاردها بلا هوادة. في ثوان قليلة يتحول جسدها الهائل إلى هدف حي، وألمها رغم حجمه لا يحتمل. على بعد كيلومترات تتلقى وحدة إنقاذ الحياة البرية إشارة استغاثة. أنثى فيل مصابة، سرب النحل هائج، الوضع خطر. ينطلق الفريق بلا تردد عبر الطرق الوعرة، وسط الصخور والتراب، بعيون يملأها القلق وقلوب لا تعرف التراجع. يصل الفريق أخيرا، وهناك وسط الغابة يرونها. الفيلة تتخبط، مجروحة، تائهة، كل خطوة تخطوها تنزف وجعا. يتحرك أحد الأفراد، يحمل في يده مدخنة تقليدية، السلاح الوحيد ضد هذا العدو الطائر. ينتشر الدخان، وفي لحظات يبدأ النحل في الانسحاب. ببطء يتراجع الطنين، ويعود الصمت من جديد. الفيلة تسقط على الأرض، منهكة، مجهدة، عيونها نصف مفتوحة. تتنفس بصعوبة، لكنها لا تستسلم، لأن الأمل قد وصل. يبدأ الأطباء البيطريون العمل بسرعة. محاليل وريدية، أدوية مضادة للدغات، ضمادات، وأيد تعمل بلا توقف. أحد الأطباء يهمس بهدوء وهو يربط على رأسها: اصمدي، نحن هنا من أجلك. في تلك اللحظات لم تكن مجرد عملية إنقاذ، بل لقاء بين عالمين، بين قلب بشري وروح برية تنزف. تمر الساعات، تستعيد الفيلة بعضا من قوتها، ترمش بعينيها، ترفع رأسها ببطء، ثم تنهض. تصفيق خفيف من الفريق، وابتسامات صادقة. فهي لم تنجو فقط، بل عادت للحياة. تتجه الفيلة نحو الغابة بخطى واثقة، وعينين تملأهما الحياة. تنظر خلفها للحظة، ثم تختفي بين الأشجار. هذه ليست مجرد قصة إنقاذ، إنها تذكير بأن الرحمة قادرة على أن تغير العالم، وأن الطبيعة تستحق أن نكون أبطالها. أبطال الحياة البرية، نحن لا نروي القصص فقط،